السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة لا يعلمها كثير من الناس لتفريج الهموم والكربات. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هي صلاة عادية جدا زي أي صلاة، بنقرأ الفاتحة وأي سورة بعد الفاتحة في كل ركعة من ركعتين. مش المقصود هنا هو هيئة الصلاة، لكن المقصود هنا هو توقيت الصلاة. إن الصلاة ديت هي الصلاة التي قال عنها جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. تمام؟ وهي الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إن الإنسان لما يتحط في أزمة أو في ابتلاء معين أو في مصيبة معينة، عافانا الله وإياكم، أنه يفزع إلى الله وإلى الصلاة. يفزع إلى الله من خلال أنه يصلي ويسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى الله، إلى فاطر السماوات والأرض. هو ده المقصود بتلك الصلاة. فهي الصلاة التي صلاها إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام نزل هو وزوجته سارة، نزل إلى مصر. وكان في الوقت ده كان في رجل جبار بيحكم مصر في ذلك الوقت، وكان عامل لنفسه قانون عجيب جدا. إيه هو القانون؟ إن هو لو واحد معاه امرأة جميلة كان يأخذها منه إلا في حالة واحدة، لو كانت أخت هذا الرجل كان لا يأخذ أخته، يأخذ زوجته، يأخذ بنته، يأخذ خالته، إنما يأخذش أخته. هو عمل القانون ده لنفسه. فسيدنا إبراهيم لما نزل وعلم بهذا الحاكم الجبار وأنه يأخذ أي امرأة جميلة إلا الأخوات، إلا إذا كانت أخته، تمام؟ وكانت سارة كانت في غاية الحسن والجمال. فسيدنا إبراهيم لما هذا الرجل الحاكم استدعى سارة أن هي تأتيه إلى قصره، فسيدنا إبراهيم قال لها: إن سألك من أنت فقولي أنك أختي، فأنت أختي في الإسلام، فلا أعلم أحدا على الإسلام غيري وغيرك. وطبعا كان في هذا الوقت كان أيضا على الإسلام كان ابن أخو سيدنا إبراهيم اللي هو سيدنا لوط عليه السلام، لكنه كان في بلدة أخرى. المهم، فذهبت إليه فحاول أن يتعرض لها، فاستعاذت بالله منه فشلت يداه، فقال لها: ادعي الله أن يفك قيد يدي، وأنا لن أتعرض لك. فدعت له فربنا عافاه، فبرضه حب يمد إيده عليها مرة واثنين، وفي المرة الثالثة شلت يده، قال لها: خلاص صدقيني المرة دي لا يمكن أتعرض لك. فدعت له ففك الله قيد يدي. تمام؟ وبعدين لما ايديه رجعت عادي فأطلق سراحها وأهداها جارية اللي هي السيدة هاجر، التي أهدتها بعد ذلك سارة إلى سيدنا إبراهيم، وتزوجها وأنجبت له سيدنا إسماعيل اللي هو يعتبر جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله طبعا أبوه إبراهيم أبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. المهم ان سارة لما عادت من عند هذا الرجل الملك الجبار الظالم، وجدت سيدنا ابراهيم كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي هذه الصلاة. فزع الى الصلاة وقام يصلي ويدعو الله ان يخلص سارة اللي هي زوجته من هذا الحاكم الظالم. وهي نفس الصلاة التي صلاها سيدنا زكريا عليه السلام لما سأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة، وكان كبر في السن وزوجته هي كمان كبيرة في السن ولا تنجب، ومع ذلك بقدرة من الله سبحانه وتعالى رزقه الله الولد، بل سماه له يحيى، من أجل أن يحيى، لأن يحيى قتل بعد ذلك عليه السلام فكان شهيدا، والشهداء أحياء، ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامة ويدخل الجنة لأنه نبي كريم، فيكون حياة بعد حياة بعد حياة. قال جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الله أكبر. يبقى إذن بتلك الصلاة جاءته البشرى وهو قائم يصلي، جاءته الملائكة وبشرته أن الله يبشره بولد سيأتي واسمه يحيى. الذي سماه يحيى هو الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. وهي الصلاة التي صلاها جريج العابد. جريج العابد كان رجلا عابدا من بني إسرائيل. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته أنه كان عابدا، وكان اتخذ صومعة كده
عاملها من دورين، بس مش دورين فيلا يعني، لا ده من الخشب يعني، لكنه لا يستطيع أحد أن يصعد إليه إلا من خلال حبل. فهو كان عامل لنفسه حبل يطلع بالحبل ده فوق في الصومعة ويشد الحبل عشان ما حدش يطلع له، وليل ونهار مفرق حياته كلها لإيه؟ للعبادة وبس، للصلاة وللذكر وإلى غير ذلك. فالمهم فجاءته أمه نادت عليه مرة واثنين وثلاثة وما يردش عليها خالص، وهو في الصلاة بقى يقول يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فيكمل في صلاته ولا يرد على أمه. فدعت عليه أمه دعوة وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا أي النساء عياذا بالله الغير طيبات. فالمهم فبنو إسرائيل قاعدين مع بعض كده وقعدوا يتذاكروا الله ده في واحد اسمه جريج العابد، رجل مفرغ حياته كلها للعبادة، ما تيجوا نفتنه وتيجي نشوه سمعته. وده دأب الفاسدين في كل زمان ومكان، كلما رأوا صالحا يريدون أن يشوهوا سمعته بأي طريقة. فالمهم قاموا جابوا امرأة جميلة في غاية الحسن والجمال، كان الناس بيضربوا المثل بحسنها وجمالها، قالوا لها ايه رأيك هنديكي اللي انت عايزاه بس تمكني جريج عياذا بالله من فعل الفاحشة. فراحت وتعرضت لجريج فلم يلتفت إليها. فزي ما تقولوا يعني ايه، كبر عليها بقى ان هي اجمل واحده في بني اسرائيل، وان هو تعرض نفسها عليه وما يرضاش بيها، فمكنت رجلا راعيا ان يزني بها عياذا بالله، فحملت منه. فلما وضعت قالت هذا ابن جريج من الزنا وقد فعل بي الفاحشه. فراحوا بقى قعدوا يكسروا في الصومعه بتاعه جريج، انزل يا كذا انزل يا كذا. فهو مستغرب ايه اللي بيحصل، هو ما يعرفش ايه اللي حصل. فنزل قال ما بكم؟ قالوا فعلت الفاحشة بتلك المرأة وهذا ابنك من الزنا. قال هذا ابني من الزنا؟ قالوا أجل. قال الله المستعان. فقال لهم انتظروني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين، بس أصلي ركعتين وبعدين إيه نتكلم. قال له ماشي. ففزع إلى الصلاة، شوف قد إيه، وصلى ودعا الله عز وجل أن يظهر الحق وأن ينجيه من هذه الفتنة. المهم صلى ركعتين وقال لهم أين الغلام؟ فين بقى الطفل اللي انتوا بتقولوا ان هو ابني؟ قالوا له اهو. جابوا له الطفل فنخسه في بطني، يعني زقه كده بسيطه بصباعه كده. فقال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله ذلك الطفل، الله اكبر، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم. فنخس الطفل في بطني فقال يا غلام من ابوك؟ قال ابي فلان الراعي. فقام الناس جميعا يعتذرون لجريج، سامحنا يا جريج، أسأنا الظن بك، والله ما ظننا أنها يعني أرادت أن تفتري عليك، طب نبني صومعتك من الذهب والفضة. وقال لهم لا، بل أعيدوها كما كانت من الخشب زي ما هي، أنا لا عايز لا ذهب ولا فضة ولا عايز أي حاجة. فنجاه الله عز وجل بتلك الصلاة. فإذا اشتدت عليك أو عليك الهموم والكروب والابتلاءات والديون فاتجهوا إلى الله وافزعوا إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هكذا يا أحبابي فالإنسان يلجأ إلى الله، اللهم لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، انخلع من حولك وقوتك وانخلعي من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. شوف قد إيه؟ يبقى إذن فالإنسان إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أسأل الله عز وجل أن يصرف عني وعنكم الهموم والغموم والكربات، وأن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.